السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، بس قبل الفيديو نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين بعد ما البطه بتاعتنا فقست. طبعا ده ازاي هنستقبل البط بتاعنا وهنخليه ياكل ويشرب كده بكل سهوله. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، كلتهم حيويه ونشاط. طبعا انا كذا نوع بستقبل البط بتاعي بيه، فان شاء الله هجيب لكم نوع كده اول مره يعني استقبل البط بتاعي بالنوع ده. زي ما انتم شايفين كده طبعا انا ما حطت لهمش اكل، وزي ما انتم شايفين كده طبعا لو انت عايزه تعودي البط بتاعك ياكل تبتدي ان انت تجيبي لهم اللي هي العلفه 23%، اللي هي العلفه السمسم. طبعا دي بتبقى حبايه صغيره وبتاكلها يعني سهله معاها في الاكل، يعني بتاكل حبايه حبايه كده. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، كلتهم كده بياكلوا. طبعا اول ما البطه تفقس عندك ما تخليهمش ياكلوا على طول، قعدوهم حوالي 3 ساعات كده، وابتدي ان انت تحط لهم العلف بتاعك. هيبتدي ان هم ياكلوا وما شاء الله هيبقوا معاكي زي الفل، ومش هيتعبوكي في الاكل خالص. يعني بس سيبيهم 3 ساعات وهيبتدوا ان هم ياكلوا. بعد كده بقى طبعا يعني طبعا زي ما انا بقولك في كل فيديوهاتي لازم تسيبيهم تحت البطة بتاعتهم. يعني هم لو هم في قستهم المغرب او العصر سيبوهم معاها لتاني يوم. لكن لو يعني في قستهم اول ما تقومي من النوم كده الصبح تبتدي ان انت تسيبيهم طول اليوم تحت البطة. منها هتدفيهم ومنها هتخليهم ريشتهم ناشفة وزي الفل، وزي ما انت شايفة كده ما شاء الله. زي ما انا قلت لك بقى خلوهم بعد ما يفقسوا وتاخدوهم كده من تحت البطة، سيبوهم بقى لمدة 3 ساعات او 4 ساعات. ما تاكلهمش الا بعد 3 ساعات. زي ما انت شايفه كده ما شاء الله هتلاقيهم بياكلوا معاك بكل سهوله. وفي نفس الوقت التعقيده اللي هي السودا ديت اللي هي في الامعاء بتنزل، وبيبتدوا اللي هم ياكلوا وما شاء الله يبقوا معاك زي الفل. بعد كده انا طبعا يعني قبل كده استقبلت البط بتاعي بشويه ميه وسكر. تحط عليها شويه ميه وسكر كده ما شاء الله بتبقى حلوه جدا جدا. فانا بقى النهارده هستقبلهم بمحلول بطعم البرتقال حلو جدا جدا. وهبتدي ان انا احط لهم كده طبعا انا جايبه لهم ده غطا سقايه كده اهو. هبتدي بس افضي الحته ديت من العلف. ده غطا سقايه، لو ما عندكيش غطا سقايه ممكن تبتدي اللي انت يعني تحط لهم في طبق. بعد كده بقى هنجيب لهم محلول الميه ده. بدات ان انا حطيتهم كده في فنجان في نفس الوقت، لان هم صغيرين وشربتهم قليله وهيبتدوا ان هم يشربهم. طبعا زي ما انت شايفه كده ممكن تقولي لي طيب هم هياكلوا وهيكلفوني؟ لا، هم ما بيكونوش هياكلوا كتير. هم على العمر ده لو قعدوا 10 ايام عندك ما ياكلوش حوالي كيلو علفه او كيلو ونص علفه. فما شاء الله هيوفروا معاكي كتير. وفي نفس الوقت لو يعني انت بتقولي العلف طبعا غالي وكل حاجة، فممكنك تربي على قدك ما تربيش كمية كبيرة من البط. طبعا خليكي كده شاطرة وست شاطرة في بيتك. تربية البط حلوة جدا جدا في بيتك. لو انت اشتريت البط ده عامله لها 30 جنيه و40 جنيه. يعني انت لو جبت بطة كده بترقد عندك ما شاء الله هتمللك البيت خير من البط. طبعا احنا بدأنا اللي احنا حضرنا لهم الاكل كده. هبتدي بقى اما احب ان انا اسقي البط بتاعي عشان اعوده على الميه. تبتدي اللي انت تعمل لهم كده، تمسكها كده وتبتدي اللي انت تسقيها. ما شاء الله هتشرب معاكي وهتبقى زي الفل. هبتدي بقى اجيب كذا بطه كده لحد ما هم ياخدوا على شرب الميه ويعرفوا اللي ده ميه.
هما بس اول يوم بتبتدي اللي انت تعمل لهم كده، وبعد كده هما بيجروا على الاكل ويشربوا لوحدهم. طبعا هما لسه مستغربين المية، وطبعا ريحة البرتقال طبعا نفاذة كده وحلوة وجميلة ما شاء الله، يشربوها وهيبقوا زي الفل، وهيبقوا معاكي كلهم حيوية ونشاط. لازم تبتدي لو انت هتربي حاجة لبيتك لازم تهتمي بها وتعملي لهم كل الحاجات دي عشان يبقوا معاكي تربية حلوة، ويقدروا ان هم ياكلوا على طول. وفي نفس الوقت انا جايباهم برضو في الخزانة بتاعتي ديت، طبعا عشان هو اصلا الجو اليومين دولت حر، فمش هيتعبوا ولا هيجرى لهم اي حاجة خالص. فطبعا لو في الشتاء تبتدي اللي انت بتحطهم في كرتونة. انا طبعا دي كرتونة اهيت، هتبتدي اللي انت بقى ايه تجيب الكرتونه ديت في الشتاء وتبيتهم وتاكلهم. لكن احنا في الصيف ما شاء الله بتلاقيهم الجو شمس ومدفي المكان، فمش هيجرى لهم اي حاجه، هيبقى يومهم بيومين زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، حلوين جدا جدا. فما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده بجد حلوين جدا جدا، وفرحه في بيتك وخير. وزي ما انتوا شايفين كده مستطعمين بالمحلول اللي هو بطعم البرتقال، فحلو جدا جدا ما شاء الله. طبعا انا حطاهم كده ايه عشان ياكلوا وفي نفس الوقت يشربوا. زي ما انا قلت لك الوضع ده اللي انا عاملاه كده، ده في الصيف بس، لكن في الشتاء لازم تهتمي بيهم اول اسبوع، لازم تاكلوا وتبيتوا. لكن عشان الجو حلو بدأت اللي انا ايه حطيتهم كده في الخزانة، وبحط لهم المية ما شاء الله، هيبقى يومهم بيومين وهيجروا كده في الخزانة بتاعتي، وما شاء الله هيبقوا معاكي زي الفل. طبعا التربيات البط ديت خير في بيتك، وما شاء الله هتستفادي منها كتير. ولو انت حابة ان انت تعملي مشروع، بجد مشروع حلو جدا جدا، بس لكن يعني العلفة غالية، فهي مش هتساعد على اي واحدة تعمل المشروع. لو انت معاك رأس مال هتبتدي ان انت تعملي المشروع ده، هيكسبك بجد ربح حلو جدا جدا، لاني انا مجربة قبل كده. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك لو وصلت لهنا عشان تقدروا تستفادي معايا اول باول، وباذن الله هنزلك فيديوهات على طول دايما يوم وبيومين. هنخلي يعني ايه البط يومها بيومين من الوصفات الحلوه اللي احنا بنعملها، وصفات مفيده وحلوه جدا جدا للبط بتاعنا. طبعا ممكن في واحده تقول لي طب انت تعرفي النتايه من الذكر؟ ممكن تعرفيها برضو بكل سهوله في العمر ده برضو. اما تلاقي البطه تكون رجليها طويله زي ما انت شايفه كده، الرجل لما تكون طويله ومرفوعه كده البطه، وتلاقيها طويله معاكي جسمها طويل كده، تعرفي اللي هي ذكر. لكن لما تكون البطه النتايه، هي دي طبعا نتايه اهي، بتلاقيها رجلها صغيره اهي، رجلها صغيرة وبتلاقيها قصيرة، والبطة عريضة، يعني الظهر بتاعها بيبقى عريض، فدي بتبقى النتاية وده بيبقى الذكر. يعني دي الذكرة ودي النتاية الصغيرة دي. فما شاء الله ما تخافيش من تربية البط. فزي ما انت شايفة كده، طبعا انا قلتلك ده العلفة 23% علفة سمسم ناعمة خالص، ما شاء الله بتخلي البط حلو جدا جدا في العمر ده. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا، عشان تشجعوني كده ودايما انزل لكم فيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك.